بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده آخر جزء يعني زي ما قلنا من الشغل تظبط الشغل، ففي شوية حاجات كده بسيطة عاوزين نهندلها زي اللينكس دي نتحكم فيها بشكل دايناميك، زي الكونتنت اللي موجود في الصفحة بتاعة الأباوت أس برضه عاوزين نتحكم فيه بشكل كامل. صفحة الأباوت دي نتحكم في الاتنين سواء الكونتنت ده أو السوشيال لينكس دي. وحاجة أخيرة في الويب سايت هنا ده 2023 لأن هو طبعا معمول من 2023 احنا لسه متحكمناش فيه ومحطناش احنا التاريخ بشكل عام، وعاوزين التاريخ ده يبقى متجدد ميبقاش ثابت أصلا. تعالى نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الكود بتاعنا، هنغير التاريخ الاول خالص قبل اي حاجه. هذا شكرا لك عليك. تعالى هنا، هنيجي هنا في الريسورسز، هنيجي في الفيوز، هنيجي في الفرونت، وبعد كده هنيجي في الاوتس، هنيجي في الاب. الفوتر تحت خالص كده هنلاقي حته الكوبي رايت دي موجوده معانا، كوبي رايت يور ويب سايت كذا 23. احنا الويب سايت بتاعنا اسمه div.io صح؟ خليه كله حتى كابيتال div.io بالشكل ده. بعد كده نحط التاريخ بتاعنا، عاوزين نحط التاريخ بشكل دايناميك بسيطه جدا، فاحنا استخدمنا حتى الفانكشن بتاعت البي اتش بي العاديه خالص وعملنا له فورمات على واي ام دي او واي بس وخلاص. محتاجين غير الديت بس، غير اليير بس، هو ده اللي احنا محتاجينه. فتعالى نعمل ريلود زي الفل 2000 div.io 2024. باين ان احنا دلوقتي نفكر في جزئيه السوشيال لينكس والكونتنت ده. فانا شايف اسهل حاجه وافضل طريقه حاليا احنا ممكن نستخدم الفايل، نخزن الداتا دي في جيسون فايل ونعدل فيها. بس المانيبيوليشن في التعامل مع النقطه دي مبقاش الطف شيء، ولما الدنيا بتزيد عليك مش احسن حاجه. في عندك الداتابيس ممكن تستخدمها عشان تحط الجزئيه دي او عشان تتعامل مع الجزء الثابت عندك في الويب سايت. احنا بنتعامل مع دلوقتي مع حاجات بسيطه، لكن لما الويب سايت يكبر بقى الموضوع اكبر من كده. ففي اكتر من تكنيك ممكن تعمل بيه. ممكن تتعامل مع فيلد واحد، والفيلد ده فيه جيسون داتا ده موجود في الداتابيس. يعني انا عندي تيبل جوه فيلد او اكتر من فيلد، كل فيلد عباره عن جيسون داتا على حسب يعني الكاتيجورايزيشن اللي انت عاوز تعمله في الويب سايت بتاعك. او تستخدم فايل سيستم فايل بتخزن فيه برضه عباره عن جيسون، تخزن فيه الداتا دي وتعمل عليها ابديت وديليت وتعمل كل اللي انت عاوزه كله يعني. او انك تعملها اساس فيلدز، كل فيلد فيه قيمه معينه. وده اللي احنا هناخده دلوقتي. اول ابروتش الانسب بالنسبه لنا على سكيل البروجكت بتاعنا، وهو ان انا هعمل تيبل اسمه السيتنج. التيبل ده فيه رو واحد، الرو ده فيه كام فيلد؟ فيه الاباوت كونتنت بتاع الاباوت، فيه السوشيال لينكس بتاعتنا، وممكن نحط فيه اللوجو او اسم الويب سايت بحيث ان انا اغيره. لو انا نفس الويب سايت ده ممكن ابيعه لاكتر من عميل او موجود مع اكتر من عميل، فيبقى سهل يحط بس اسم الويب سايت ايا كان اسم الويب سايت بتاعنا. فتعالى نعمل الفيلد ده، نعمل التيبل ده. والتيبل ده فيه كام فيلد؟ فيه 3 اللي هم السوشيال لينكس بتوعنا 4، وادي الخامس، ونحط عليهم كمان الفون، نحط رقم التليفون يبقى موجود، مفيش ادنى مشكله خالص. هنعمل الكلام ده ازاي؟ تعالى نروح عندنا هنا ونجيب التيرمينال بتاعنا، ادي التيرمينال وطبعا نشتغل على ديفايد. اقول له بي اتش بي، اسف جدا، ارتزان ميك موديل، والموديل بتاعنا هنسميه سيتنج. قلنا الموضوع ده له اكتر من طريقه، براحتك اللي انت عاوز تعمله اعمله. داش ام وداش اف كمان علشان نحط دامي داتا تفضل موجوده في اللينك ده في التيبل ده في الاول خالص، هو رو واحد بس بالشكل اللي انت شفته. خلاص عملنا الموديل، عملنا المايجريشن، عملنا الفاكتوري بتاعنا. فتعالى نروح عندنا في الداتابيس، نروح الاول في المايجريشنز اهي، ادي المايجريشنز، ادي اروح الاقي السيتنجز هنا. اقول والله انا عندي كام فيلد؟ اولا عندي تيبل، اول حاجه عندي تيبل، عندي الكونتنت بتاع الويب سايت او اسم الويب سايت. خلينا نقول ادي سترينج، ده عباره هيكون عن سترينج بالشكل ده، وده سايت عايز يكون نيم بالشكل ده. وبعد كده عندي السترينج برضو هيبقى الفيسبوك، لينك الفيسبوك، وبعد لينك الفيسبوك عندي يوتيوب، وبعد اليوتيوب عندي مثلا لينكد ان، واخيرا عندي مثلا يعني اي حاجه لو احنا عاوزين بالشكل ده. ونخلي الحاجات دي نلابل يعني، او ممكن ليها قيمه ديفولت على طول اوتوماتيك، هيبقى الموضوع افضل بكتير. يعني الديفولت بتاعه او يا اما هو ديفولت له قيمه ديفولت، يا اما نلابل بشكل بسيط يعني. فخلينا نعبر عنه بنلابل. ممكن يبقى نلابل، وممكن يبقى الديفولت القيمه الديفولت بتاعه مثلا هنا هتكون div.io، ده الديفولت بتاعه. كلهم بيبقوا بالشكل دي هنا. بس هاجي هنا مثلا اقول له هات لي ال HTTPS، بدل ما اقول كده HTTPS بعد كده اقول له facebook.com، كلهم بالشكل دي بقى على طول. فهناخد ده نالابل، ده اليوتيوب، وده لينكد ان، واخيرا انستجرام نفس القصه. ادي فيسبوك هقول له هنا يوتيوب، وهاجي هنا هقول له يا فندم انت لينكد ان، واخيرا انستجرام بالشكل. اخر حاجه عندنا وهي التيبل اهو، القيمه بتاعته تبقى التكست، وده الاباوت، الجزئيه بتاعت الاباوت اسمه هيبقى about us، برضه لازم يبقى معبر content about us content اللي هي موجودة عندي في الصفحة دي اللي هو الجزء ده. ممكن ناخد الكلام ده بقى كده ونقول له كمان يعني الديفولت بتاعك
هيكون كده. دي حاجه انا بعملها دلوقتي، يعني انت على حسب ما هتكستمايز الدنيا معاك بقى براحتك خالص، انت اللي تظبط الدنيا وانت بتكريت الحاجه بتاعتك. ممكن تعملها كده وممكن لا تعملها في الفاكتوري علشان تهندل الدنيا معاك في الفاكتوري بشكل عام يعني. فدي معاك ودي معاك. خلينا يا سيدي ما نحطليش الديفولت دلوقتي ونعملها عن طريق الفاكتوري، بس فكره الفاكتوري لازم ارن السيدر بالنسبه لي، وليكن خلينا دلوقتي يا سيدي نقول له والله هي ممكن تبقى نالبل علشان ما تمثلناش مشكله، انها ممكن تمثل لنا مشكله بعد كده. وتعالى نشوف هنحط القيم دي كلها ازاي من خلال الفاكتوري بتاعنا. فادي هنا عندي السيتنج فاكتوري اهو، وهاجي هنا اقول له انا عندي السايت اندرسكور نيم له قيمه وهي بالنسبه لنا div io، وبعد كده عندي الفيسبوك ولينكد ان، وعندي about us، اسف جدا about us content بالشكل ده. ودي القيمه بتاعتهم على طول اهو عشان ما يبقاش فيه اي حاجه. هنرجع هنا وهنجي بقى نقول له فيسبوك ولينكد ان والكلام ده، ناخد اللينكات دي على طول اوتوماتيك بقى فيسبوك بتاعت كله. هناخد حتى القيمه دي على طول عشان ما نقعدش نكرر كتير. ادي فيسبوك اللينك بتاعه هحط القيمه دي اسفا اهو، ولينكد ان وتويتر لينكد ان، وادي يوتيوب وادي انستجرام، ويا سيدي حط كمان تويتر بالشكل دي برضو. ادي تويتر هاتلي تويتر، ادي انستجرام، ادي يوتيوب، ادي لينكد ان بالشكل البسيط. احنا عاوزين نعمل مايجريت دلوقتي، نضيف التيبل ده ونعمل كمان سيد. فعشان نعمل السيد بشكل كويس هنيجي هنا في ادي الداتابيز، ادي السيدرز، ادي الداتابيز سيدر. هنوقف الكلام ده كله اللي انا محتاجه حاليا، وخلينا ننزل هنا هنعمل على دول كومنت مش محتاجينهم خالص. ونيجي هنا نقول له والله انا عندي اب موديل سيتنج بالشكل ده فاكتوري، هقول له 1 بس وخلاص، فيحط القيمه اللي عندنا دي اللي احنا حطيناها بشكل مباشر اللي هي القيمه دي بس كده. تعالى نرن الكلام ده، اقول له PHP artisan migrate وبعد كده اقول له داش سيد. مفيش فريش، قلت له migrate وداش سيد وخلاص. في مشكله حصلت عندنا هنا لان كولوم تويتر، لان انا فعلا مش حاطط تويتر اصلا في الداتابيز. فتعالى كده نزود تويتر هنا، اقول له هنا تويتر اهو، ادي تويتر بالشكل ده. نرجع تاني نرن نفس الامر اهو migrate داش سيد. في مشكله تانية ان كولوم تويتر، احنا زودنا تويتر اوريدي، يعني انت زعلان ليه؟ ادي تعالى كده كنترول ال واقول له اتفضل PHP artisan migrate تويتر. شوف تويتر موجود، قول nothing to migrate. خلاص بقى مادام هو عملها معانا عشان نقفل القصه دي خالص. تعالى كده في الداتا بالسيدر ونضيف الداتا من جديد وننهي القصه دي خالص. PHP artisan migrate، او خلينا نقول له migrate roll back المفروض يرجع خطوه من الميجريشن اللي هو كان فاكر عامل السيتنج اوكي، وكريت باسورد ريسيتس ما فيش مشكله. PHP artisan بقى migrate وداش سيد ونشوف ايه اللي هيتم. طبعا هيسيد نفس الداتا تاني، بس مفيش ادنى مشكله ان احنا شلنا الكومنت من عليها، يعني هيسيد يوزرز تاني وهيسيد بوستس تاني وهيسيد الكلام ده. وحصلت معانا مشكله كمان هي unknown column about us content، يعني صباح الفل احنا كاتبينه about us، حقه والله. تعالى نرجع تاني، وده الطبيعي في الشغل يا شباب، فكرة الدنيا ما بتمشيش معاك زي السكينة في الحلاوة يعني. ادي عندنا مشاكل بسيطة. ونرجع هنا في الداتابيس سيدر لان هو عمل سيد لدول، مش عاوزين نقعد نعمل سيد تاني. هنقول له PHP artisan migrate داش سيد على اساس ان هو يعمل اللي فاتت زي الفل كده عمل السيد بتاعنا. تعالى نتأكد هل هو فعلا ضاف الداتا دي ولا لأ. انا بستخدم حاليا لاراجون، اروح على لاراجون اقول له روح على الداتابيز، ادي الداتابيز بتاعتنا. تعالى نروح على div.io ونروح على setting، اتضاف فعلا اهو، وهات لي الداتا بتاعته. ادي الداتا ضافها لي بالشكل اللي انت شايفه ده، وهو المطلوب اثباته كده. احنا عملنا الاعدادات الاساسيه بتاعتنا. هنعرض الداتا دي الاول، هنعرضها في الفرونت اند ونشوف هنعرضها ازاي، وبعد كده نشوف هنتحكم فيها من الداشبورد ازاي. اشوفك على خير في الفيديو القادم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.